السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده الخميس كده وقلنا نعمل محشيتين، ربما مش نعمل تاني يعني عشان الغل الحاجه دي. فاني بضحك معاكم والله، الحمد لله رضا الحمد لله. فحدنا فرخه كده حمرا، الفرخه اللي هي الحمرا دي الكبيره اللي هي بتاخد سوا بتاع ساعتين دي. انا بحشيها رز كده، عملت لها رز دوت بصلايه وفلفل اسمر وملح وحته زبده، وبحشيها كده حبايبي، وبحشي الوراك من جوه كده من وكله. انا بحشيها يعني كلها رز. بعدين بقى ايه ان شاء الله باذن الله كده هنسلقها وهنعمل فرخها ايه محشيتين. اهي دي الميه بتاعتها غليت حطيتها فيها، دي حوائجها. انا بقى النهارده مش هوريكم بعمل محشي ازاي. ليه؟ طبعا انتوا عارفين تخديعة المحشي وكده، قلت اقصر الفيديو يعني. اني ان شاء الله باذن الله كده انا عملت البصلايه بعد ما التخديعه اتخدعت. يعني انا حطيت زيت وحط السمنه، ورحت حاطه عليها الطماطم، سيبتها تتسبك. حطيت الملح وحطيت معلقه السكر عشان الحموضه، وحطيت صلصه وحطيت بابريكا. ايه يا رب تكونوا بخير يا اخي. النهارده هنعمل محشي. طبعا انتوا عارفين كل حاجه وبتعملوا ايه وكده. فانا ايه المره دي ما شوحتش البصلايه ولا عملتها كده. انا سبكت الطماطم، حطيت الزيت، حطيت السمنه، سبكت الطماطم. والله ما اشتريت كرنب النهارده، الحاجه غاليه موت. انا عندي كيس كرنب من السنه اللي فاتت، من اخر الشتاء اللي فات طلعته، وكان في باقي عندي من يوم الخميس اللي فات كمان حبه طلعتهم، وكان عندي في الفريزر كيس ورق عنب هعملها. وهنعمل كيلو بتنجان ونص كيلو كوس، دي اللي هنعمله النهارده. ليه حاجه كده هوريكم احنا بنعمل ايه. احنا حطينا بقى الرز اهوت يا حبايبي، ودي الكرنبه انا بصفي منها كده في تلج وكده بصفيه. دي حفه كده بتاعت الكرنب، انا بقطعها كده في الحله من تحت. فاني بحشي اهوت المحشيتين الكرنب. وبرضك لقيت كيس، والله العظيم ربنا مش بنسى حد، لقيت كيس ورق عنب، قلت اطلعه بالمره نعمله لاي حاجه كده، بيبقى حلو والله. اي حاجه كده في المحشي بتبقى حلوه، يعني الخلطه اللي بتتعامل مع بعضها كرنب وبتنجان وكده، يعني بتبقى حاجه بسيطه وبتبقى حلوه وبتخلص على طول، بتبقى طعمها حلو. فان شاء الله باذن الله كده ايه انا بحشي الكرنبتين. من بدر بنتي قاعده معايا بتحشي معايا الباذنجانتين همت، وانا بحشي الدقيه بتاعت الكرنب دي. وهنخلص واروح ورق العنب بقى حشياه. فالحمد لله حشينا وسوينا وغرفنا وهنتغدى اهو. ايه رايكم تفضلوا معانا غدا؟ مش تنسوا اللايك والاشتراك وتفضلوا معانا.